كانت إرهاصات الأستاذ عبد الحليم قنديل الذي ضرب في طريق السويس وجلد من ثيابه لأنه كسر حاجز الخوف. والأستاذ إبراهيم عيسى. السلفيين لا يفعلون شيئا في التعليق على أي رأي يخالفهم أو يعني يرفضونه إلا السب العلني الواضح. فكل الناس دول ساهموا في صناعة هذه الثورة حين جأروا بكلمة الحق، مع الإعلان عن الذات كمان انهم سلفيين. يعني السب والشتيمة والطعن بقى من أول التكفير لغاية العلماني لغاية مش عارف القبطي لغاية إيه، إن إحنا نشهد لكل إنسان بما عنده من خير. نعم. ثم لا آراء، لا رأي على الإطلاق. وده يخليني مندهش قصاد حاجتين. الحاجة الأولانية إن دي مش آداب الإسلام. يعني المفروض راجل سلفي يظهر لي إنه يعني إنه هو مهذب ومؤدب بأدب الإسلام. مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الله أكبر. وقال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. الله أكبر. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فكل الناس دول ساهموا في صناعة هذه الثورة حين جأروا بكلمة الحق.